أنا ما باكلش كتير، يعني عملية التكميم مش هتفيدني. طيب خلّينا نوضّح هي عملية التكميم بتشتغل إزاي. بجانب إن إحنا بنصغّر حجم المعدة وده بيخلّي دايمًا في إحساس بالشبع وبيقلل حجم المعدة، لكن مش دي الحاجة الوحيدة اللي العملية بتشتغل عليها، زي إن بيكون في تغيُّر في امتصاص المركبات اللي في الأكل. بالإضافة إن نتيجة تقليل حجم المعدة الضغط جواها بيزيد، وده بالتالي بيخليها عاوزة تفضي اللي جواها أسرع. ده بدوره بيخلي الاستفادة من الأكل أقل. طيب في حاجة تاني، معدتنا جواها أنواع من البكتيريا النافعة اللي طريقة شغلها بتتغير بعد العملية، وبتتسبب بزيادة معدل الحرق عموما، لأن المعدة بتبعت للمخ إشارات جديدة بتخليه يقلل من إفراز بعض المؤشرات العصبية، وده بدوره بيزود معدل الحرق. عشان كده بنرجح العملية دي لكل حد عاوز يخس حتى لو مش بياكل كتير.